ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نعمل بقى النهارده مع بعض وصفه سهله وبسيطه جدا جدا. شوربه عدس بقى، العشق كله في السقعه والبرد دي. طبق شوربه كده يدفينا. معانا هنا 8 كيلو عدس متنقي ومغسول زي ما انتوا شايفين كده. هحط عليه بصلايه كبيره متقطعه مكعبات، جزرايه متقطعه، طماطمتين كبار متقطعين، نص قرن شطه، 4 فصوص توم. ممكن تستبدلي الشطة بفلفل، الشطة هنا مش حامية يعني. هبدأ بقى نقلب المكونات دي مع بعض وننزل عليها بمية ونحطها بقى على النار تغلي وتستوي بقى كده ببعضها. وبعد كده نبدأ نعمل الخطوة اللي بعدها. ما ننساش بقى كده نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا بقى كانت الشوربة حطيتها على النار، وهنا بقى كده كانت بتغلي، بدأت بقى تخش في السوا كده. كده خلاص الشوربة بتاعتنا استوت. هبدأ احطها بقى بعد ما تبرد كده هبدأ بقى احطها في الخلاط كده، هضربها بقى في الخلاط. وبعد كده هبدأ اجيب مصفى ضيقة كده، هبدأ اصفيها في مصفى تكون ضيقة خالص عشان اتخلص لو التفل والحاجات اللي انتوا شايفينها دي، القشور كلها. هنا بقى كان العدس الصف اهو. هبدأ انزل عليه بكمون ورشة بسيطة خالص من الفلفل الاسمر وملح. وهنا بقى انا هعمل عدس بشعرية وعدس سادة. هنا جبت معلقة سمنة بلدي، حطيت عليها الشعرية. اول ما تبدأ تتحمر كده هنزل بالعدس عليها. انا بحب العدس بشعرية جدا، ممكن تعمليه سادة على حسب. هو كده جاهز معانا خلاص، هاخد منه احطه على الشعرية. في المرحلة دي بقى ممكن تعملي فصين توم بمعلقة سمنة وتشوهم على العدس، اختياري. انا بعملها ساعات بس هنا المعده ما عادش متحمله الكلام ده، فانا ما فضلتش ان انا اعملها، يعني بيبقى حامي قوي، فانا فضلت كده ان هو يبقى نايف نايف كده عشان بس المعده بيبقى طعمه جميل جدا جدا. حابه بقى تحطي معلقه سمنه وتشوحي فيها فصين توم، مفيش اي مشكله. ايه رايكم بقى في شوربه العدس؟ هنا دي بشعريه وهنا ساده. انا وولادي بناكل بشعريه، جوزي بياكل الساده، عشان كده بعمل ساده وبشعريه. لو عجبكم بقى الفيديو لحد هنا دعمونا بلايك وكومنت وسبسكرايب للقناه عشان تكبر بيكم، وادعوا بقى دعوه حلوه من قلبكم ولكم بالمثل. نبقى بجد شوربه العدس فعلا بتدفي جدا جدا. باكلها للولاد عندي والله بالعافيه، مش بيرضوا ياكلوها خالص، اقعد ارشيهم لحد ما ياكلوها. انا من عشاق شوربه العدس بالشعريه. هنا بقى شوربه العدس سخنه جدا، قدميها بقى مع رز، مع عيش محمر، اللي ترتاحي فيه بقى. احنا هنا بنفضلها يعني مع رز ابيض، بتبقى جميله قوي. لو لسه ما حطيتش اللايك بقى، مستنيه ايه؟ حطي لايك بقى واستنينا في فيديو جديد مع مطبخ سومة.